النادي الاهلي في 2007 على ارض وسط جمهوره كان بيلعب نهائي دوري ابطال افريقيا، وكان كل اللي مطلوب منه انه يجيب جون واحد عشان يكسب البطوله. يجيب الجون فعلا، لكن يلبس 3 اجوان مزيكا. هدف 2-3 مش فارقه خلاص. انهيار بلغه الكوره. يجي في 2018 يسافر تونس عشان يلاعب الترجي في نهائي دوري ابطال افريقيا برضه في ماتش العوده بعد ما كان كسبان في مصر 3-1. يروح هناك يتشلفط، يخسر 3-0 لما المعلق قام قايل اضرب يا بدري. يعني ايه ليه؟ مصيبه بلغه الكوره. يجي بعديها بسنه يلعب فريق اسمه صن داونز، ياخد 5 اجوان في وشه، اللي هو الماتش بتاع قولوا لهم عرفوهم انتوا النهارده مش رجال في ارضيه الملعب. فضيحه بلغه الكوره. احلى حاجه انت ممكن تقول اي حاجه بعديها تقول بلغه الكوره عادي. بلغه الكوره بتاعتنا البيلد اب استوى بلغه الكوره. بلغه الكوره كده بالبلدي، يعني بالمفهوم بتاعنا كده صايع كوره. لعيب غلس بلغه الكوره، عيل غبي بلغه الكوره، دي بتكنسل الشتيمه. المهم ان برغم كل التخبطات اللي النادي الاهلي مر بيها دي، لكن المبهر انك تقدر تقول بكل ثقه ان بلغه الكوره كده الاهلي قائدهم، روحهم، ماضيهم، حاضرهم، مستقبلهم. خش بالتتر. طيب ازيكم يا جماعه؟ لو فتحت التلفزيون هتلاقي على الاقل 5-6 برامج اتكلمت على الاهلي النهارده. الاهلي اعتاد ان يتوج بالغالي. النادي الاهلي هو عملاق افريقيا. الحمد لله على نعمه الاهلي في حياتنا. النادي الاهلي يا عيني عليه. من يوم ما اتبنى والاهلي زي الشمس، اعظم كيان. تفتح السوشيال ميديا هتلاقي برضه ناس بتتكلم على الاهلي. ايوه. او هتلاقي صور لعيبه الاهلي قاعده بتحتفل باي بطوله. ايوه. بس الحلقه دي هتبقى مختلفه شويه، لان احنا مش هنتكلم على الاهلي قوي على قد ما هنتكلم عن السستينابيلتي. يا نهار اسود. استنى بس هنتكلم على الاهلي والله، والنجوم وترقصاته والاهداف وبلس سايم كل الكلام ده. انا بس بحاول ادي انجل للحلقه، اسمح لي اقول لك انجل كده في وسط الكلام يعني. اصل الجمهور ما يحبش يلت ويعجن في الاسباب ومش عارف ايه، هو عنده استعداد يقعد يسمع قصه هدف ابو تريكه في الصفاقسي من 99 لاعب مختلف، ولو في لاعب حكاها مرتين في برنامجين مختلفين اسمعها تاني براحتي. عمال امشي مفيش حد، انا شايف ابو تريكه في وسط الملعب. سلام شادي لعب طويله. عماد متعب نط مع الدفاع، لعب الهيد لفلافيو، وبعد كده فلافيو من بعدي وتنزل لابو تريكه. الهام وقال له شوط، ابو تريكه من غير ما الكره تلمس الارض وتروح في الحته دي في اللحظه دي في الوقت ده. احنا بنجري في البيت زي المجانين، اقسم بالله ممكن اقع من البلكونه. دراما غير طبيعيه ماتش صفاقس ده. نخش في الموضوع. المكسب يزودك ثقه في نفسك، ما تصدقوا انتوا لعيبه جامده، انتوا لعيبه جامده، ويزود اللي حواليك ثقه فيك. يا استاذي اللي يراهن على الاهلي يكسب، ويزودك شعبيه وسط الناس، يزودك فلوس، ده كده كده. وكل ده يزودك دوبامين، ده هرمون كده بيسموه هرمون السعاده. فانت كلاعب تبقى مبسوط انك كسبت، والايام دي تبقى مميزه جدا بالنسبه لك، نفسك تعيش فيها على طول، نفسك تكررها دايما. ترقص ارقص غصب عني ارقص. بس في النهايه ده مجرد حافز مش سبب. لو ما اشتغلتش على نفسك عشان تعيد اللحظه دي تاني هتبقى زي ليستر سيتي، تكسب كده مره الدوري وخلاص شكرا. ليه؟ لانه ببساطه ريح. اساطير كتير في لعب مختلفه كان عندهم اسباب ليه نجاحهم ده فضل مكمل. من اهم الاسباب دي واللي قال عليها كوبي براينت نجم الليكرز لكره السله، ده اسطوره عندهم هناك. لما اتسال ازاي قدر يبقى مده كبيره بيكسب وناجح، قال لهم هي انك ما تريحش بدري. ريست ات ذا اند نوت ان ذا ميدل. هتجيلك لحظه في النص تتعب او حتى تحس انك قربت تكسب فتقوم مريح، ده غلط. لازم تخليك دايما هادي، خليك هادي، خليك بارد جدا. الموسم لسه طويل، يعني الليله طويله والسنه كتيره. وعامه في كلام كتير بقى اتقال عن اسباب استمراريه الفوز. هل النادي الاهلي عمل بالاسباب دي ولا هي جت كده؟ تعال نعد بطولاته من اول ما اتبنى في 1907 لحد دلوقتي في 2023. مش هنعدهم بقى كلهم، خلي بالك دول كتير جدا. لا يبقى نعدها. 43 بطوله دوري، 38 بطوله كاس مصر، 13 بطوله للسوبر المصري، و11 بطوله لدوري ابطال افريقيا، واحده كاس الكونفدراليه، و8 سوبر افريقيا. هو الخير ولا الشر اللي بيكسب يا ابراهيم؟ في الاهلي ارقام كبيره جدا. ده خلي بالك في بطولات انا ما اتكلمتش عليها عشان ما بقتش موجوده دلوقتي، اتلغت. من الارقام دي واضح ان مش بس الاهلي كسب كام بطوله، لا ده عنده استمراريه، ده دايما بيكسب بطولات. ما تلاقيش الاهلي بيقعد فترات كبيره من غير بطوله، ومواسم قليله قوي اللي بيخش الموسم ويخرج من غير ولا بطوله، دايما بيطلع له باي حاجه. هم ماشيين بخطوات ثابته في الاتجاه ده. باشا عايز بطوله، هات لي بطوله. عندهم شغف ورغبه كبيره نتاع القاب. يا عمي قول خطوه واحده بقالك ساعه بتمهد. ماشي هنخش في الموضوع ده، بس هي حدوته واحده بس كان ليها علاقه والله. مره اسعاد يونس كانت مستضيفه موسيماني، فبيقول لها انا اتعلمت حاجه مهمه قوي من شغلي في مصر وفي النادي الاهلي بالتحديد، وهي ثقافه الصحراء اللي مختلفه شويه عن ثقافه الغابه، اللي فيها الاسد بينقض على الفريسه بمنتهى السرعه، ويا صابت يا خابت بقى. مفردات الفلسفه عندك
جايه من النيتشر، من الطبيعه. وقال لها انا اتعلمت في مصر ثقافه الجمل، اللي هي واحده واحده عادي، ما وراناش حاجه، مش اقوى حاجه الجمل، انما مكمل في الظروف الصعبه. لو ما فيش ميه واكل الاسد يقع منك، الجمل هتلاقيه مكمل، لان هم مش هيبقى عندهم القدره انهم يستمروا. انما الجمل يقدر. عمل ايه الاهلي عشان يكسب، او عمل ايه عشان يفضل بيكسب؟ لو بصيت على اداره الاهلي هتلاقي ان السيستم مكمل هو بنفس الطريقه، سواء نفس الاشخاص او اتغيروا. اي حد هيجي في المكان ده هو عارف الكيان ده بيمشي ازاي، عشان رئيس النادي ده بيصحاش فجاه يلاقي نفسه رئيس النادي. مع كل مجلس اداره هتلاقي رئيس نادي كبير في السن وشاب بيتجهز، كادر بيذاكر عشان يحفظ السيستم، رمز بيتحضر لبعد كده. مع مجلس اداره صالح سليم كان في حسن حمدي، مع مجلس اداره حسن حمدي كان في خطيب، مع الخطيب اهو في غالبا حسام غالي اهو بيجهز. من وانت صغير علمتك من العصايه للبندقيه، كتب عليك تكون الكبير. فتشوف في نهائي افريقيا الاخير حسام غالي واقف على المنصه هو اللي بيسلم اللعيبه الميداليات مش الخطيب، في لقطه شيك جدا من الخطيب يعني. حسام غالي وانا اللاعبين نيابه انا محمود الخطيب. اصل الخطيب برضه عينه مليانه، راجل مساهم في كل بطولات الاهلي الافريقيه 82 و87 كلاعب. للخطيب والخطيب يلعب ورجع اثنين وهيجيب جول وماشي الخطيب هو واحد بفضل نفسه يلا برجلك الشمال وبقيه البطولات وهو في مجلس الاداره. فدي قوة في المنظومة دي، دايما عندك كوادر بتحب المكان عايزة تخليه أحسن مع كل جيل. هو أهم حاجة في الموضوع الاستمرارية وكله بيسلم بعضه. وأكبر دليل إن مش بيبصوا تحت رجليهم وعايزين دايما الاستمرارية، بص على كلام صالح سليم وهو بيستلم جايزة نادي الكارت، بيقول لهم إن شاء الله في الاحتفالية دي بعد 100 سنة هنتقابل تاني. 100 years. أنا سعيد جدا بهذا الإنجاز وهذا اللقب في 1000 يوم. وبكل بساطة لو عايز تعرف ده مجرد كلام ولا حاجات بتحصل فعلا، شوف أرقام الأهلي في القرن الجديد، قربنا نخلص ربعه أهو، والأهلي معاه 9 بطولات أفريقية غير بطولات السوبر، وكده كده أعلى تصنيف. ففعلا ممكن في نهاية القرن ده تبص تلاقي الأهلي برضه هو اللي بيستلم الجايزة. في الحلقة اللي هنعملها كمان 80 سنة تقريبا هنشوف ده حصل ولا لا. يمين يعيش بقى. ما هو القرن 100 سنه. كان الفريق مرتجي رئيس النادي الأهلي في الستينات والسبعينات بيقول في حوار تلفزيوني: أنا عندي الولد الصغير ده طبعا بيلعب في الصغيرين بتوع المدرسة بتوع النادي الأهلي، ده أهلاوي شنيع. تبص دلوقتي تلاقي إن أمين صندوق النادي الأهلي هو الأهلاوي الشنيع اللي اتكلم عنه الفريق مرتجي، المهندس خالد مرتجي. أنا طبعا اتعلمت من والدي حاجة مهمة جدا، حب النادي الأهلي. فاهم قصدي؟ فمش غريبة، هم ماشيين بنفس السيستم. اي حد فاتح مشروع صغير، فريق داخل دورة رمضانية، هتلاقي عنده شعارات ان مش مهم مصلحة الفرد، المهم مصلحة الكيان، مصلحة المشروع، مصلحة الفريق. تعالى يا اسطى اقف ورا يا اسطى، انا عارف انك زهقان بس المهم مصلحة البرنامج. بس المبهر في النادي الاهلي انه بيطبق الشعارات دي فعلا، كل ادارة بتحاول تحقق الشعارات دي في الواقع. زي الاهلي بمن حضر مثلا، يعني النجم هو الفريق، مش فارقة بقى مين جه مين مشي، مين جه وبعدين مشي. طالما انت دلوقتي بتلعب في الاهلي انت عارف الناس مستنيه ايه، لازم تبقى على مستوى الحدث. اول ما بيتم التعاقد معاه ويقول له التيشيرت الاحمر بيجوا يقولوا له تعالى هنا غير اي مكان تاني. مره زمان سنه 85 صالح سليم رئيس النادي وحسن حمدي مدير الكوره قرروا ياخدوا قرار تاديبي بانهم يوقفوا الفريق الاول كله عشان كان عامل مشاكل، وقرروا يعتمدوا على الناشئين، والناشئين دول كان فيهم 2 توأم جامدين جدا. هقول لكم مين بعدين ده لو مش عارفين يعني. ايه ده بسم الله ما شاء الله انتوا توأم؟ من اول ما حصلت المشكله جبت الكابتن عادل طعيمه كان ماسك 20 سنه مظبوط، قلت له كون 20 لعيب او 22 لعيب دول اللي هيلعبوا الماتشات كلها. فتبص تلاقي الناشئين الاهلي بيكسبوا الزمالك 3-2 في ربع النهائي، بعد كده بيكسبوا الترسانه في نص النهائي والاسماعيلي في النهائي عشان ناشئين الاهلي تاخد كاس مصر. وهكذا تثبت الايام ان الشباب هم عدة المستقبل. طبعا التوأم دول كانوا من اشهر توائم مصر، حسام وابراهيم حسن، واخر ايامهم مع الاهلي كان برضو فيها مشاكل. أنا شايف إن حسام بيدافع عن نفسه دفاع كويس قوي، وأنا شايف إن من حق النادي الأهلي برضه يدافع عن لاعبته وعن مبادئه وقيمه وتصرفاته يعني. وشوف سبحان الله الفترة اللي هو طلع فيها كان بسبب ان الكبار وقتها كانوا عاملين مشاكل، فجيل بيسلم جيل حتى في المشاكل، حتى في الناشئين. ما انا زي ما قلت لك ان انت بتحضر كوادر في الادارة، انت برضه بتحضر ناشئين هتشيلك في يوم من الايام وهيبقوا نجوم فرقتك زي شوبير، حسام حسن وعاشور ومتعب وغالي ومنعم، ده غير الفراوده اللي قاعدين على الدكه، وزود عليهم اكرامي وثابت البطل الله يرحمه. كل دول ناشئين او زي ما بيقولوا كده ولاد النادي، متربين عندك فشاربين شخصية النادي ده، متعود من وهو صغير ان انا الاهلي لازم اكسب. احنا كنا بنكسب بال5 وال6 والكابتن بدر رجب بيقول لنا احنا ما عندناش نكسب 5 و6، احنا عايزين نكسب 13 و14. وهنا هتكلم عن شخصية البطل وروح الفانيلا الحمراء.
بتفرق معاك في ماتشات كتير حتى لو انت مش الطرف الاقوى في الماتش، بس تلاقي اللي قدامك عامل لك 1000 حساب. والبعض من الملاعبيه يعيط للجمهور يفرح ويشتح ويغني ديجا وما زالوا 7 دقائق مع الاهلي المصري. بيبقى عارف انك في اي لحظه ممكن تخطف الماتش ده، لو اداك الفرصه هتستغلها. عشان كده شبهوا الاهلي بريال مدريد في اوروبا. وهي دي قيمه الاهلي. ريال مدريد افريقيا. كل ما يقولوا خلاص ده مش هيكسب السنه دي، اللعيبه والجمهور بيبقوا عارفين ان لا، فما حاجه. زي الشوالي في ماتش ريال مدريد مع مانشستر سيتي، كانت السيتي كسبانه والشوالي عمال يقول فما حاجه ما نعرفش، فيطلع فما حاجه فعلا، وريال مدريد يقدر يتعادل ويكسب. ليه؟ شخصيه البطل. يعني كره تيجي بتنط قدامك والماتش خلاص بيخلص، فتحط وش رجلك اليمين في رادس في نص النهائي، والتسديده مباغته وهدف التعادل، فتصعد للنهائي وتحقق البطوله الثالثه في 2001. او تحط وش رجلك الشمال مرتده تصوير فالكره تروح جول برضه وتحقق البطوله الخامسه في 2006 في رادس برضه. او وش رجلك اليمين وتحقق التاسعه في 2020 اللي هي بتاعت شاط الكوره وجول القاضي يا منكم. العامل المشترك في كل الاجوان اللي قلناها دي، غير ان كلهم جابوا بطولات وغير ان طبعا كلهم بوش الرجل، التوقيت. الفكره في التوقيت. وعلى راي الشوالي، وما اكثر قاضيات الاهلي في تاريخه الافريقي، تلاقيهم كلهم في اخر ربع ساعه وساعات اخر دقائق في الماتش. فاكرين الشوالي لما قعد يقول مش معقولين بالمره، مش ممكن ما فماش فريق يلعب لاخر لحظه وكتب تاريخ وحول وجهه كؤوس مثل النادي الاهلي. ولان ده حصل كتير، فاللعيبه نفسها في اخر الماتش عندها هدوء ومصدقه ان ده ممكن يحصل. يعني بص منعم هنا بيقول للعيبه ايه بين الشوطين، قسما بالله هناخد الماتش ده. غير ان لعيبه الاهلي مش بتحب تخسر. انت تعال شوف لعيبه الاهلي في المنتخب في التمرين ممنوع يخسر. لا يا راجل والله العظيم ممكن ينزلوا على العشاء تلاقيهم يتخانقوا مع بعض على العشاء. فالاحساس بالمسؤوليه بيزيد كل ما الماتش قرب يخلص وهم خسرانين. كل ده يخلي اللعيبه في اخر الماتش يتحولوا ويلعبوا باداء رهيب يخليك عايز تقول طب ما كان من الاول يا حاج. الموضوع مش بيحصل صدفه. اصلها لو بالحظ يعني هيقف معاك مره مرتين، مش هيفضل واقف معاك 50,000 مره في كل وقت وكل رياضه. ده تراكمات كتير خلت الاهلي مصدق انه لاخر دقيقه يقدر يكسب، ان الماتش ده بتاعه. شاب التسديده والهدف عند عبد القادر، هيعمل ايه؟ وادي الكوره مره ثانيه جول في الدقيقه الثالثه من وقت المحتسب بدل ضايع جول. جيرالدو ممكن جول وضاع جول في الوقت القاتل طاهر ابو زيد. بقالي 39 سنه بتساءل ليه يا رب الاهلي؟ ليه اشمعنى الاهلي اللي في معظم الاوقات بيجيب اجوان في اخر ثانيه؟ 3 دقايق او ليه كده؟ الفرق اللي بتلعب ضد الاهلي في افريقيا غالبا خسرت منه قبل كده، واحتمال تبقى خسرت منه كتير كمان بواخه. فالمره اللي بتبقى كسبانه فيها بتخاف جدا على المكسب، فبتكش في اخر ربع ساعه عشان تحافظ عليه، وده بيخلي لعيبه الاهلي تفوق في اخر ربع ساعه. واحد يقول لي يعني لما الاهلي لعب روما وكسب في اخر دقائق، سجل يا اهلي ده عشان روما كشت مثلا؟ لا، ده بسبب حاجات تانية. في حاجه اسمها الارث الكروي تقدر تعتمد عليه. This is football heritage. حتى لو بتلعب فريق من اوروبا او امريكا الجنوبيه، انت كلاعب ممكن تبقى مصدق وجمهورك كمان مصدق انك هتكسب الماتش ده. ايه يعني ريال مدريد؟ ما احنا سيبنا بنفيكا قبل كده. ازاي؟ لو نظام احنا 11 وهم 11، هم بشورت وفانيلا واحنا بشورت وفانيلا، هم بيلعبوا كوره واحنا هنلعب ايه يعني؟ ما هنلعب كوره. فتحاول تشد مع بايرن في 2012 ميتال دا شمال مناس جبال، تقابل شخصيه بطل تانية في 2023 فتخسر. بس تمام، يعني انت ساندي في 2001 مكسبك قبل كده، فاللي هو بتعمل على اساس 1-1 ماشي يا ريال مدريد تعادلتوا معانا، بعد كده تبص تلاقي نفسك واخد برونزيه كاس عالم لمده 3 مرات، فالطموح يبتدي يزيد، فالجمهور يطلب منك اكتر. والكلام ده حتى لو اللاعب مش مصدقه بسبب انه عارف الواقع او حاسس فرق المستوى اللي بينه وبين انديه اوروبا، بس هتلاقيه بيمثل ان هو مصدق بمنطق فيك التليوميكي. عادي ايه يعني؟ جبت جون في بايرن ميونخ، ايه المشكله؟ عادي، عشان ما يزعلش الجمهور اللي بيعتبر نادي عالمي والمفروض ينافس حتى وسط الناس دي. وهنا نيجي عند اهم حاجه بالنسبه لي، الجمهور. سامع صوت الجماهير ولا مش سامع؟ الكريزه بقى بتاعت الحدوته دي كلها. انا اهلاوي والله اهلاوي والآية كلها أهلاوية. الحاجة اللي معلية البار كده، فريق كبير، فريق عظيم، اديله عمر لو برضه امين. وهو عموما مش جمهور طماع، هو كل عايزه حاجات بسيطة. احنا مش طماعين، احنا عايزين الدوري وعايزين الكاس وعايزين نلعب على نهائي كاس العالم للأندية وعايزين ناخد كاس السوبر الأفريقي وعايزين ال11 اللي جاي. مش محتاجة حاجة يعني.
لاعب النادي الاهلي ده بيتغرق حب، لو حبوك هتتنجم. وقالوا تيكي 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 تا. انا عشان كده عامل الحلقه دي اصلا. نجم النجوم هادي، نجم النجوم هادي، نجم النجوم، نجم النجوم هادي. تلاقي صورك على تيشيرتات بروفايل بيكتشر، بيدعوا لك على ظهر عربياتهم، ولو شافوك بالصدفه فرحه الدنيا، الشارع هيقف. كارو الجمهور ده لو حب اغنيه هيخليها ترند. طارق حامد فرنساسي، انا قلت الكاس ده خلاص كاسي. زي سطلانه كده، اغنيه فضلت مده كبيره ما حدش سمع عنها لحد ما دخل طاهر محمد طاهر غرفه الملابس وهو بيسمعها. الاغنيه بيقول لك زادت مش عارف 2000 ضعف ولا ايه. دلوقتي وانا بكلمكم هي 20 مليون، وتغن وتسمع بجنون في الدنيا كلها. لو انت عامل ماتش زي الزفت وهو عمال يشتمك في الاستاد هتلاقيه واقف في ظهرك برضه. لو حد من الاعلام انتقد، اللي هو بمنطق ده يعلبني واكره اللي يقول امين. طبعا دي مش ركنه، انت فاهم؟ ها هو ايه ده؟ دي ركنه يا قلبي، ما اتعلمتهاش. ولو عملت ماتش حلو هيهريك تصويت. اللعيب ده دوري انجليزي عادي مش اقل من دوري انجليزي. تفتح تيك توك بالليل تلاقي حمدي فتحي بيحط الهيد على الحان بليغ حمدي فتحي، او مروان عطيه مثلا بيوزع كرة في نص الملعب على مزيكة انت عمري. هو متعلق باللعيب بتاعه، ولو كبر بقى وقرب يعتزل يا لهوي نكد. شوف علي معلول بقى، والله وشبت يا عبد الرحمن، والله وشبت يا عبد الرحمن، عجزت يا واد. واخرتها هي علي. زي ال 120,000 اللي راحوا في ماتش اعتزال الخطيب عشان يقولوا له لا يا بيبو لا مالكش حق. اللعب للاهلي وحب الجمهور ده ينجمك، فتلاقي نفسك عمال تعمل في اعلانات. اللي دمه خفيف ده بتاع الكوره اللي كان عامل اعلان السنه اللي فاتت، انا من النادي وياخدوك تمثل في افلام. كابتن مدحت رمضان، كابتن حسام البدري. تحب اوصلك فين؟ اي مكان هادي نشرب فيه حاجه حمراء تهدي اعصابي. مغريات تخليك تموت نفسك عشان تكسب. ده مش كده وبس، ده جايين لك بقى الماتش وبيروح وراك في كل مكان. ما بيفرقش مع الجمهور الاهلي بيلاعب مين او النتيجه كام او احنا في الدقيقه كام، هو دايما بيشجع. هتلاقي في دور ال16 في دوري ابطال افريقيا والاهلي محتاج جول عشان يصعد قدام يونج افريكانز، فالجمهور يقرر ان هو اللي هيجيب الجول بانه يفضل يكرر هتاف من ثالثه شمال بدون توقف لحد ما الجون يجي. عقليه جمهوره دي هي الحافز، ان انت لو ريحت شويه هم مش هيريحوا، هيفضلوا شادينك انك تكسب. تجيب لهم 11 بطوله افريقيا تلاقيهم بيقولوا ال 12 يا اهلي. جوه الملعب بقى زي اي جمهور كوره يحبوا يشوفوا حاجات زي دي ودي، بس الجمهور الاهلي بيتبسطوا اكتر بدي. تيكي تاكا الاهلي، حتى لو ما خلصتش بجون، ويفضلوا يعدوا معاك انت عملت كام باس. وعشان اللحظات الوحشه اللي حكيت لك عليها في اول حلقه تبقى استثناء مش ده الطبيعي، محتاج سيستم ثابت مهما تغيروا الافراد. لعيبه بتلعب عندك بشخصيه وروح معينه، جمهور واقف في ظهرك عقليته دايما البطوله وشايفك اعظم نادي في الكوره. يا ريت نعمل فولو ولايك وسبسكرايب وشير ونفعل زر الجرس ونسيب تعليق. يعني اللفه دي انتوا عارفين. واستنوني في حلقات جديده من المراجعه النهائيه في الساحه.